بتكمله في الاخر ده يؤدي لنوع من الوعي والقدره على التعامل بشكل افضل مع الانسان. اسمحوا لنا النهارده اننا نستضيف علياء عاطف ابو سمره، مدربه تنميه بشريه في لغه الجسد. اهلا بك علياء معنا النهارده، منورانا. ومعانا برضو مشاهدينا شيرين جمال بيومي، مدربه تنميه بشريه متخصصه في علم الفراسه. اهلا بك معنا يا شيرين، منوره. طبعا احنا لسه بنقدم نقول علم الفراسه وعلم لغه الجسد. اسمحي لنا بقى نبدا بيكي يا علياء ونقول عايزين نعرف مع بعض ونقول للمشاهدين يعني ايه لغه الجسد ونعرف. تمام. هي لغه الجسد اصلا من العلوم الحديثه، مش منتشره هنا دلوقتي. هي التواصل مع الناس مش بالكلمات المحكيه وانما بالايماءات، تعبيرات الوجه، ايماءات اليد، الساقين. هي نوع من التواصل غير اللفظي، مش بالكلمات خالص. يعني التواصل ما بين الناس عن طريق الإيماءات، تعبيرات الوجه. وبنسبة 55% التواصل بيتم بلغة الجسد، ده على حسب بحث ألبرتو مارابيان عالم النفس. قال إن التواصل بين الناس 55% بلغة الجسد، 38% بالصوت، طريقة إلقاء الكلمات نفسها، 7% الكلمات. فلغة الجسد هي الأكثر أهمية. الأكثر أهمية هي لغة الجسد. طيب ونعرف بقى علم الفراسة. علم الفراسة ببساطة خالص كده إنك إزاي بمجرد ما تقابل حد تعرف صفاته من ملامحه أو من هيئة جسمه. لا معلش بالراحة علينا بقى. يعني مثلا لو قابلتي حد مثلا عينه واسعة، العين الواسعة معناها صراحة، فالشخص ده ممكن يبقى صريح معاكي قوي ويقول لك كلام ممكن كلامه يجرحك، بس انت من كتر صراحته، بس انت لما ما بتبقيش يعني عندك خلفيه بده فانت بتفكري هو بيعمل كده ليه. غير كده ممكن تقابلي حد هيئه جسمه هي الناس الرفيعه خالص دي، فانت تقولي له كلمه فالكلمه دي بالنسبه له مشكله وضايقته قوي، تجرحه، لكن بالنسبه لك انت الكلمه دي عاديه. فالفكره كلها ان انا لو انا دارس فراسه انا هقدر افهم ان الشخصيه دي شخصيه حساسه، فبالتالي مش هقول لها الكلمه اللي ممكن تجرحها اللي هي الكلمة البسيطة دي. فببساطة خالص الفراسة ازاي اعرف صفات الشخص من خلال ملامحه. طيب نقول علم الفراسة اكيد متبحر وعلى نقدر نقول مساحة كبيرة جدا، لكن اكيد في خطوط عريضة له برضه ممكن الواحد يقدر يتعرف عليه من خلالها. تمام. هو احنا في الفراسة بنقسمها كده 3 اجزاء. اول حاجة من هيئة الجسم، يعني في ناس جسمهم اللي هو جسم مليان قوي، اللي هو جسم مليان ده اللي هو زي علاء ولي الدين. لا ده قصدك يعني حجمه كبير، مش مليان بس مليان ممكن يبقى ازيد من المتوسط شويه. لا مش متوسط، وافي بزياده زي ما احمد كده بس احمد خس. فالجسم ده اللي هي الشخصيه دي بقول عليها شخصيه اكوله او نمط اكوله. فالنمط ده له مجموعه من الصفات، ان هو مثلا هتلاقيه من الشخصيات دي يعرف يوزع الناس، يعني يخلي الناس تشتغل، اعمل كذا، خلي كذا، ودي كذا. وهو بيبقى قاعد، هو بيحب ان هو يشغل الناس. احنا عندنا معانا صوره عليه مثلا علاء ولي الدين من الشخصيات الاكوله، فهتلاقي كان الله يرحمه كان يحب يشغل الناس، وهو كمان بيبقى جدع قوي. الشخصيات دي بتبقى جدع قوي مع اصحابها، يعني دي لو حد عنده مشكله يقف جنبه. ده تلاقيه اول واحد جنبه في ظهره ملازمه. بس خلينا برضو نسال سؤال هنا عشان برضو عايزين نوضح للمشاهدين، هل انت بتقولي يعني بيحب يشغل الناس علشان مثلا هو بيكسل يتحرك، ولا عشان شخصيته، ولا عشان طبيعه حجمه؟ يعني نوضح. هي طبيعه الشخصيه بتاعته ان هو بيحب يشغل الناس، هو بيحب ان جسمه يبقى مرتاح. ايوه هو ده اللي انا اقصده، ان حجمه بيفرض عليه ان هو لا انا استريح وخليه قاعد بعدها كده. كده بتكون شخصيه بتحب تشغل الناس بصرف النظر يعني. فهو بيشغل عقله اكتر، فدماغه بتبقى شغاله اكتر، فيقدر يخلي الناس تتحرك. بس بقى امتى يحط الناس في اماكنها الصح؟ لو كان الوش بتاعه وش اللي هو مربع كده، اللي هو وش العريض. اللي وش عريض ده بيبقى شخصيه قياديه، يقدر يحط الناس في اماكنها الصح. فدي اول حاجه الانماط بتاعتي ان انا بقسمها على حسب هيئه. معنى كلامك ده كده ان اي وش عريض لازم يبقى قيادي؟ غالبا بيبقى قيادي. يعني احنا بنقول بنسب برضه. لا بتتفاوت من شخصيه لشخصيه، بس في الاغلب الشخصيات اللي بيبقى وشها عريض بتبقى قياديه، بيبقى عنده حل حلو قوي. احنا طبعا هنستعين بالصور برضه دلوقتي واحنا بنتكلم عشان يبقى الكلام طبعا اوضح معانا بالظبط كده. الشخصيات القياديه هنا عندي
هاني رمزي هاني رمزي شخصيه لو جيت احلله كده هقول ان هو شخصيه طموحه جدا. ليه طموحه جدا؟ لو جينا قسمناه الوش كده من اول الحاجب لحد نهايه القمح هنلاقي ان المسافه دي كلها كبيره قوي. الشخصيات دي بتبقى شخصيات طموحه جدا، اللي هي اللي عندهم ما بين العين ونهايه القمح، من اول الحاجب لحد اول الحاجب كمان. دي هتلاقيها اكبر مساحه، وتلاقيه يعرف يكون صداقات بسهوله، يبقى عنده اصحاب كتير، اجتماعي. واجتماعي ليه كمان؟ عشان المسافه اللي ما بين الحاجبين مسافه واسعه، كل ما كانت المسافه واسعه ما بين الحاجبين كل ما الشخصيه دي كانت اجتماعيه. بس جسم هاني رمزي هنا اللي هو الجسم اللي هو النمط التاني اللي هو النشيط، اللي هو يحب الحركه الكتير، ده بقى يحب الحركه الكتير. انت صنفتي بقى جسمه بناء على ايه؟ يعني هو طويل ولا هو بيبقى على عرض ولا على ايه؟ لا ايه، مش تخين ومش رفيع، متوسط. هو يعني الوسط اللي ما بينهم، اللي هو جسم الناس اللي بتدخل الشرطه والجيش. متوسط الجسم. هم دول. بالنسبه عايزه تبعوف لو لاحظنا كده عند الدقن هنلاقي فيه. وطبعا احنا برضه عشان نوضح احنا ما بناخدش يعني شخصيه الممثل، احنا بناخد الشكل النمطي بتاع الوش وبنطبق عليه عشان برضه الامور تبقى واضحه. احنا مش بنحدد الممثلين ولكن بناخد الشكل النمطي من خلال صوره احد المشاهير. تمام. عايزه تبعوف لو جينا عند الدقن هنلاقي ان الدقن فيها طابع الحسن. طابع الحسن. طابع الحسن ده هو حلو جمالي بس له معنى بقى ان هو بيحب يهتم برأي الناس. يعني لو انت حد عنده طابع الحسن ده، اهتم انك تقولي له رأيك في الحاجه اللي هو بيعملها، في اللبس بتاعه، ان هو بيحب ياخد رأي الناس منك. بالنسبه لعزة تبعوف كمان طب ماشي. طب لا نكمل عزة تبعوف مفيش مشكله. عزة تبعوف كمان هنلاقي ان الجبهه بتاعته اللي هي الجبهه الواقفه، اللي هي مش عريضه منها راجعه لورا، ولا منها اللي هي في ناس اللي هي الجبهه بتاعتهم بومبي كده، لكن لا دي واقفه. فهتلاقي لما يجي يدخل في حاجه هيحب ياخد خطوات، الخطوه الاولانيه، الخطوه الثانيه، خطوه ستابس يعني ياخدها بالتدريج. لو حد بقى جبهته راجعه لورا، اللي راجع لورا ده بيبقى كويس قوي في التفاوض، يعرف يتفاوض على الحاجه وياخد اللي هو عايزه. البومبي راجع ده التفاوض عادي، مش البومبي اللي راجع لورا بتبقى مسحوبه على ورا. مسحوبه على ورا. البومبي او كيرفت كده، الشخص ده لو عمل حاجه بيحبها بيبقى مبدع جدا فيها، فيحب يعني على حسب الحاجه اللي هو طب وهل دي برضه ليها علاقه؟ يعني احنا شايفين برضه الجبهه اللي قدامنا او بنستعين طبعا بالصوره اللي قدامنا ان هي عريضه، هل برضه ليها علاقه ان هي العرض؟ العرض بالظبط كده. العرض كده بيديني ان هو عنده الصبر كويس، صبور يعني. ناخد بقى حماده هلال. ايوه حماده هلال لو لاحظنا كده بصينا على الشفايف بقى الشفايف اللي هي الشفايف بتاعته اللي فوق خاصة هنلاقي الشفايف رفيعة جدا. فحماده هلال ما بيتكلمش كتير، وحتى مع زوجته او حاجة زي كده ما بيقولش كلام حلو كتير، كلامه يا دوبك على قد الموضوع، ولو سألتيه في حاجة هيديكي. احنا برضه يعني نرجع نقول احنا بنتكلم بشكل نمطي مش بشكل عام. لا احنا بنتكلم بشكل عام مش على الشخصية اللي شفايفها رفيعة من فوق ما بتتكلمش كتير. ولو حد شفايفه رفيعة من فوق ومن تحت يعني رفيعة من فوق وتحت يبقى مش هتكلم خالص بقى ولا كلامه قليل جدا. حتى لو هو معاكي في الشغل وكده ممكن يبقى حد معاكي في الشغل تقولي لا بيتكلم كتير وما اعرفش، بس هتلاقيه في بيته وفي حياته الكلام بتاعه قليل جدا. يعني طبيعته عشان بحكم العمل بيضطر يتكلم يعني هو عشان العمل، لكن لو سبتيه طبيعته لا الكلام بتاعه بيبقى قليل خالص. محمد رمضان ايه الشكل الايه بقى؟ ايه اللي بيميز الشكل ده؟ هو هنا وشه اللي هو الوش المثلث، اللي هو الوش المثلث. الشخصيات اللي بيبقى وشها مثلث بتحب تمشي رأيها، رأي يعني على قد ما تقدر هو رأيي انا اللي هيمشي، ومش نوع من التشبث بالرأي يعني. بس الشخصيات دي بتبقى حلوه قوي ان هي تعرف تحمس الناس في الشغل. يعني لو انا عندي حد بالوش اللي هو المثلث ده هتلاقيه بيعرف يشغل الناس كويس ويحمسهم، بس في نفس الوقت بيحب رأيه هو اللي يمشي، وفي نفس الوقت ودنه بعيدة شوية عن لبره شوية مثلا. في كتير يبقى لبره او مطرطقة او كده يعني. في الناس كده المهم كده بيبقوا شخصيات عنيدة
واللي في دماغها هو اللي بتمشيه. يغلب عليهم العين دي يعني. يعني حتى لو في الاطفال يعني خلاص بقى يعني يعني لو في الاطفال عندك طفل الشخصيه اللي هي الودن اللي هي العنيده هيكون عنيد. ودن ديت هيكون عنيد. معانا برضو شخصيه الوجه احمد عز، هنا نقول مثلا مدور ولا نقول ايه بقى؟ احمد عز هنا هو هنا كان وشه مثلث وبدأ يبقى قيادي اللي هو المستطيل. لا نوضح بقى هنا. طب معنى كده لو الواحد رفيع وشه مثلث لو تخن شويه يبقى شخصيته هتتغير. ايوه لا بجد بتهزري بقى ولا؟ لا مش بهزر، بتكلم بجد. ليه بقى؟ لان اساس الفراسه ان افكارنا بتغير في ملامحنا كمان. مش ساعات تقابلي حد مثلا تكوني ما قابلتوش بقالك فتره يقول لك انت فيكي حاجه متغيره، بس ايه هي؟ انا مش عارفه. حد تخن شويه حد خس شويه. لما تخن شويه شخصيته اتغيرت تماما. يعني حد مثلا ايه كان اللي هي الشخصيه اللي هي النشيط اللي هو زي احمد عز. نشيط. شخصيه نشيطه نفس الجسم. انت بتتكلمي عشان جسم فنشيط طبيعه الجسم ده. كده والوجه. الوش هو هنا عاطيه يعني هو داخل خلاص على الوش اللي هو القيادي اللي هو الوش العريض. انت تقصدي بالعريض مدور او مربع ولا يعني عريض وشه يعني ابعاده متشابهه. يعني لو جيتي رسمتي مربع كده هتلاقي الابعاد بتاعته متشابهه. المدور هتلاقيه واخد في كيرفات كتير. لكن عند احمد عز في الصوره دي لا مفيش الكيرفات في نفس الوقت مش نازل كده يعني يميل انه يبقى قيادي. هو كده في الصوره دي بيميل ان هو يبقى قيادي. غير كده لو بصينا عند العين كانت واسعه برضه. العين واسعه يعني صرافه يعني صريح. ولو بصينا عند العين هتلاقي فيه بياض تحت العين. البياض ده لو باين هو عشان شكل الصوره فهو باين عشان بيبص لفوق الصوره. لكن في ناس بيبقى عندهم البياض ده ظاهر على طول من غير ما يعمل اي حاجه. الشخصيات دي لما عندهم البياض ده ظاهر بيبقى عندهم مشاكل كتير، مشاكل مؤثره معاهم. والناس اللي حواجبها كثيفه بيبقى كثيفه ومتصله. فالمتصله دي ما بيعرفش يتعامل مع الناس وما بيعرفش صداقات كتير. او بيقفل على نفسه فترات كبيره. الشخصيات اللي هي بتاع الحواجب بتاعتها تخينه شويه بيبقى برضه عندها حته المشاكل دي. سبحان الله. طب اياد نصار شخصيه التصور بتاعنا. اياد نصار طبعا انت هتطبقي لنا كل الكلام ده على لغه الجسد بعد كده عليها. احنا ماسكين دلوقتي في الفراسه. اياد نصار في الصوره دي هو بيعرف يكسب فلوس كتير، يعرف يكسب فلوس ويضيعها. سؤال ايه اللي في الصوره دي مدي امبريشن ان حد يعرف يكسب فلوس كتير ويضيعها؟ ايه اللي في يعني الانف ازاي بقى؟ الانف لو جيتي بصيتي عند الانف كده من ناحيه العين هتلاقي الانف ان هي يعني في ناس بيبقى عندها كيرف في الانف. الكيرف ده مش موجود عند اياد نصار، نازل على طول. الناس اللي بيبقى نازل ستريت على طول مفيش الكيرف ده بيبقى بيعرف يكسب فلوس كويس. ولما تيجي تكلميه في حاجه هيخلي باله هو من حته الفلوس كشخصيه مش كاياد نصار. لا احنا قلنا بنتكلم على شخصيات، احنا بس بنستعين بالوجه. تمام. الحواجب لحد ما رفيعه شويه فهو كشخصيه شخصيه حساسه. كل ما الحواجب كانت ارفع كل ما الشخصيه تبقى شخصيه حساسه. الجسم بتاعه اللي هو جسم النشيط هتلاقيه بيعمل الحاجه بنفسه. الشخصيات النشيطه برضو مميز قوي فيها ان هي بتحب تعمل الحاجه بنفسها وما بتركنش او ما بتريحش على ان فلان ده انا اعطيته الامر ده. ما بيعتمدش على الاخر، بيعتمد على نفسه. بيعتمد على نفسه، مستقل. طب وشخصيه زي الوجه زي عمرو واكد كده ما احنا شايفين مثلث المناخير برضو. عمرو واكد عنده تمام نفس المناخير فهو بيعرف يكسب فلوس كويس جدا. انا شايفه فيها كارب، انت بتقولي اللي ما فيهاش كارب. لا مفيش كيرف. لا مفيش كيرف. لو قربنا بس الصوره هتلاقي ان هي نازله على طول. طيب اوكي تمام. العين المسافه ما بين الحاجب وما بين العين مفيش تقريبا مسافه. فالشخصيات دي بتبقى شخصيات انفعاليه. يعني العين قريبه من الحاجب. يعني هتخزن موقف والتاني والتالت 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 فجاه تلاقيها انفجرت. طب والمسافه كبيره هيبقى المسافه هيبقى مش انفعالي زي ده وفي نفس الوقت هيبقى عنده وضوح.
هيبقى واضح معاكي في الكلام. يعني شخصيه اللي بيقرب بيبقى مفيش وضوح وانفعالي. بيبقى انفعالي ليه؟ لان هو بيبقى مهتم قوي بالناس. فانا مهتمه قوي بيك بس انت ما عطتنيش ريسبوند. فعلشان كده لا خلاص بقى، يبقى هعديلك مره 2 3 4 لحد ما خلاص. طب العندليب بقى، يعني العندليب تصور الوجه بقى بتاع العندليب اللي هو شكل ايه بقى اللي عايزين قبل بقى ما ادخل في الوجه في الصوره دي. عبد الحليم حافظ كان مستمتع جدا. ده لغه الجسد هنا بقى. في الصوره دي فعلا هو مستمتع جدا جدا بالاغنيه اللي هو كان بيغنيها. عبد الحليم هنا لو بصينا عند الدقن هنلاقي ان الدقن بتاعته لحد ما ناشفه شويه. معنى ان الدقن ناشفه ان الاراده بتاعته كانت قويه عزيمه. وفي الفك بتاعه باين. الفك بارز يعني. الفك واضح. هو بيثبت على الراي وبيثبت على الحاجه اللي هو عايزها. هي الصوره دي يعني التصور بتاع الشكل ده. يعني الصوره دي يعني بروز الفك واضحه جدا قوي فيه اللي هي الفك، فهو بيثبت على الحاجه اللي هو عايزها. تمام. طيب دلوقتي طبعا تابعنا مجموعه من الوجوه من خلالها حاولنا نستعين طبعا بالمشاهير عشان نشرح عليهم اللي بيميز كل وجه علشان نحاول نعرف منه علم الفراسه. ما زلنا معكم مشاهدينا، هنتابع مع ضيوفنا النهارده، ولكن سيرفع اذان المغرب حسب التوقيت المحلي مدينه الاسكندريه والبحيره، وعوده مره اخرى على الهواء مباشره. ونرجع لموضوع حلقتنا النهارده، وبنستكمل معاكي يا علياء نقول لغه الجسد. اكيد لغه الجسد بيشمل او نقدر نقول اول حاجه ممكن نتكلم فيها ايه؟ الانطباع الاول مثلا. تمام. هي الانطباعات الاولى تدوم، في ناس بتتفق معايا وفي ناس بتختلف، ولكن انا بالنسبه لي انا دايما بقول طب ليه ما نسيبش انطباع ايجابي؟ لان في ناس بنقابلها الاول واخر مره، فلازم ان احنا نسيب انطباع ايجابي. ففي قواعد معينه بس هنقولها تسيب انطباع ايجابي. اول حاجه لما بنتقابل مع اشخاص لاول مره الابتسامه. يعني الابتسامه دي انا لما ابتسم لك انت هتبتسمي، غيري هيبتسم، فهي الابتسامه بالظبط زي العدوى. تمام. فده اول احتكاك بيني وبين الشخص، فبيدي موده وثقه. تمام. تاني حاجه التواصل البصري. الناس اللي بتتواصل بصريا اكتر بتبقى الاشخاص اللي يعني الثقه بتبقى عندهم اكتر. تمام. والتواصل البصري ده ليه 3 مستويات مهمه جدا. اول حاجه مستوى عين القوه. عين القوه اللي هي بتبقى مثلث ما بين الجبهه وقاعدته العين، ما بيبقى بين الجبهه وقاعدته العين. تمام. فده عين القوه ده مثلا بتستخدمه المراه في العمل عشان الراجل مثلا ما يفكرش ان يبقى في علاقه وديه بينه وبينها، فهي دي عين القوه بس للشغل بس. تقصدي انها بتبص في المنطقه دي بس يعني؟ المنطقه دي بس اللي هي العين الثالثه كمان. اللي هي تعتبر بين الحاجبين كأنها كده يعني. دي كده عين القوة، ان مفيش اي علاقة ودية بس هي علاقة شغل وخلاص. تمام. النظرة بقى المستوى التاني النظرة الاجتماعية، دي بيبقى مثلث ما بين العين وقاعدته وقاعدة الفم. تمام. دي بقى بنستخدمها مع الاصدقاء، الاقارب، الناس القريبة مننا قوي عشان بتبقى نظرة ودية. تمام. في تالت مستوى اللي هي النظرة الحميمية، ده بيستخدمها بقى الزوج مع زوجته كنوع من التدليل. تمام. اللي هي بتبقى ما بين العين لغايه بقى الشفايه لغايه الرقبه، فدي بتبقى لاسفل. فلازم لما احنا نتقابل مع اشخاص لاول مره نشوف نصنف. يعني تالت حاجه محاكاة لغة الجسد الشخص الآخر، لأن ديت من الحاجات اللي بتخلي فيه ود ما بيننا، فبتدي انطباع إيجابي. بس ما تبقاش برضو المحاكاة إن إحنا مثلا بنمثل الحركات نفسها فما بتبقاش حلوة، لا، حاجات دقيقة كده وخفيفة. تمام. ده بالنسبة للمحاكاة لغة الجسد. عندك تاني الإيماء بالرأس. لما بنتقابل مع أشخاص مثلا بنقعد معاهم، فلازم الإيماء بالرأس ده كدليل للاهتمام والمتابعة مثلا، تركيز. في 3 مستويات للإيماء بالرأس. أول حاجة الإيماء بالرأس البطيء، فدوت كده أنا يعني أنت دورك في الكلام وأنا بستمع. تمام. في الإيماء بالرأس الأسرع مع اتساع حدقة العين، فأنا موافقك في الرأي وكمل حديثك. مؤيد. لكن الإيماء بقى بالرأس السريع جدا ده يبقى إيه، خلاص أنت اقفل بقى، أنا انا اللي عايز اتكلم بقى دلوقتي في الاحاديث. كمان اول تلامس جسدي بيني وبين الشخص بيبقى بالمصافحه. في طبعا مصافحات كتير، هي اهمها مصافحه المساواه. المساواه بيبقى كف الايد مفتوح كده،
والابهام بتاع الشخص يعني انا ابهامي بيبقى على ايد كف الشخص التاني وهو ابهامه على كف الايد بتاعي وبتبقى مستقيمه، فدي بتدي ايه مساواه، لان في مصافحه المسيطره الكف الايد بتاعي انا بيبقى اسفل على الشخص، فدي بتبقى سيطره. تقصدي اللي يسلم كده يبقى ايده هو اللي فوق ايده تحت. ممكن نجربها، يعني انا مثلا لو عملت كده يبقى انا كده المسيطره كأن فدي ايد الشخص تبقى هي اللي فوق، كانه بيقول انا المسيطر يعني. لو انا كده يبقى انا الخاضعه. تمام، ولكن هي مصافحه المساواه بتبقى كده، بيبقى الابهام كده والابهام، فدي كده بتبقى مساواه، فبتدي ايه ده عالم فبتدي صدق. تمام. فهي الانطباعات الاولى مهمه جدا جدا، يعني بالظبط زي معجون السنان، اما بنطلع منه المعجون مش بيرجع تاني، لان في ناس بنقابلها الاول والاخر مره. فعلا في ناس تقول لك ايه، انا بشكل كده من اول مره كده ما استريحتش، يعني في حاجه كده. برضه عايزين نتكلم على الجزئيه دي، انت بتتكلمي على لغه الجسد، لكن حته بقى الانطباع اللي هو النفسي دي برضه هل لها علاقه بالتصرف هو عمله مثلا بجسده فما ريحوش، ولا انا تلقيت نظره، ولا تلقيت يعني ايه بيبقى ايه الوضع؟ اكيد. بصي، في ناس احنا بنقابلها لاول مره مثلا نقول احنا ما ارتحنيش لانها بتستخدم وضعيه الجسد منغلقه. فهو اصلا لغه الجسد بتتعامل عن طريق العقل الباطني، هو اللي بيقرا الاشارات دي. فتلاقي مثلا شخص انا ما استريحتلوش بتلاقي بيستخدم وضعيه الجسد منغلقه، عقد الذراعين، عقد الساقين بتاعته، مفيش تواصل بصري، مفيش اهتمام، المصافحه ممكن يكون عمل مصافحه المسيطره. فكل دي الحاجات دي بتدي انطباع سلبي. لكن الانطباع الايجابي كمان بنستخدم الجسد منفتحه، بيبقى الجسم كله منفتح، كف الايد بيبقى مفتوح عشان بيدي صدق وثقه. ولكن المنغلق كانه عايز يستقبل، عنده استعداد يتلقى مع الشخص التاني الحديث. طيب ده بالنسبه مثلا للانطباع الاول. طب هنقول ناس كتير جدا مثلا بتقعد تقول انا مثلا عندي انترفيو، يا ترى لو رحت اتعامل ازاي، يا ترى اللي هيمتحني او اللي بيعمل لي انترفيو رد فعله عليا، بصرف النظر عن المعلومات احنا بنتكلم على ايه، يعني لغه الجسد بالنسبه له وبالنسبه لي يبقى الوضع ايه مثلا. والانترفيو اصلا بيبقى يعتبر شبح لناس كتير بتخاف منه، ولكن هي لغه الجسد ليها دور مهم جدا، لان زي ما قلت هي 55% من التواصل. اول حاجه ان الشخص لما بيجي يدخل غرفه الاستقبال هو يعتبر نفسه في وضع ملاحظه من اول ما يدخل غرفه الاستقبال. طبعا بتوع الاستقبال بيبقوا عايزين يقعدوه باي طريقه، فاما بيقعد الشخص فبيطلع من دايره اهتماماته. لا، لازم ان هو يقف ويعمل وضعيه الجسد اللي هي الثقه بالنفس، يا اما يرجع ايده لورا كده، يا اما ان هو يستخدم وضعيه البرج، فدي بتدي ثقه، اللي هي في الاصابع على بعضها، فدي بتدي ثقه، وان هو لازم هيكون في محط اهتمامه. تمام، لان اما بيقعدوه خلاص بقى بينسوا. اما بيجي بقى يدخل الشخص ان هو بيخبط الاول ما المقيم بالمقابله يقول له ادخل، على طول يدخل بقى، ما يستناش يقول لا طب ادخل، لا يعني يدخل على طول. خطوات تحكمه، خطوات ثابته وثقه، وان هو خطواته محدده، هو داخل ما يعرفش يبص يمين وشمال كده اللي بقى الاوضه، لا خطواته بتبقى ثابته ومحكمه، ويدخل بابتسامه صادقه. وكمان المصافحه يدخل يسلم على المقيم بالمقابله، فده بيدي ايه حاجه وديه كده واهتمام بالشخص. طب هنا برضو نوضح، يعني لو حتى اللي هيعملوا الانترفيو ما بدلوش اي مبادره انه عايز يسلم عليه، هو يمد ايده ويسلم. غصب عنه التاني هيسلم. طبعا اكيد، ويعمل المصافحه بتاعت المساواه ستريت. تاني حاجة اللي هو التواصل البصري بينه، لازم يعني ان هو يتواصل بصريا، ما يتجنبش التواصل، لان تجنب التواصل ده شخص انطوائي طبعا، فما ينفعش. فلازم يبقى يبين الثقة بالنفس، يقعد جسمه مفروض الاكتاف كلها لورا، جسمه بيبقى في دائرة 45 درجة ناحية شوية كده، لان ما يتبقاش مثلا قاعدة في المواجهة، فدي بتدي مواجهة. فبتبقى اشاره سلبيه، سواء رجل او مرأة بينجل شويه. بتبقى بدايه 45 سم زي ما انا قاعده كده قصادك، فدي بتبقى بتدي اهتمام. تمام، انه يقول بقى اسم الشخص في اول 15 ثانيه مرتين اللي بيعمل معاه الانترفيو، فده بيديله اهتمام. عندك تاني بقى الجلوس، يعني مثلا لما تكون كنبه مثلا بتخلي الشخص ان هو ينزل لتحت، فدي بيبقى وضعيه الجسد بتاعته مترهله، يعني الاكتاف بقى بتنزل كده، فما بيبقاش واخد شكل ثقه. تمام، فلازم ان هو
يقعد على طف بقى ما يقعدش على كام حاجه عشان يبقى الوضع مستقيم مستقيم، الظهر بتاعه مستقيم وكل حاجه. بعد كده يبتدي ان هو يعني يجاوب على الاسئله بكل ثقه، وبعد ما بيخلص الانترفيو بيسلم على الشخص تاني ويتجه ناحيه الباب. بس اخر حاجه بقى يعني ان هو بيبين وشه مع الابتسامه في اخر حاجه. تمام. طب نقول اللي فيه كتير جدا بيبقوا قلقانين ان هم يبصوا بشكل صريح في اللي بيمتحنهم، يعني بمعنى في عينيه يقول لك لا طب بص مثلا زي ما انت قلتي قبل كده مثلا ممكن في الجبهه بص كأن يعني مش محدد. فالحته دي برضه عايزين نتكلم عشان في ناس بتفسرها ان ده مغرور او فاكر نفسه مثلا يعني واثق من نفسه بالزياده، التفسيرات يعني. لا يعني زي ما قلنا هي عين القوه دي بتدي ثقه، دي افضل حاجه عين القوه. عين القوه هي اللي بتدي الثقه. ان هو بينظر في المثلث زي ما قلنا الجبهه والقاعده بتاعته العين. ولو شخص مثلا متردد ان هو يتواصل بصريا على الاقل يتواصل 3 ثواني في يعني الاول، وبعد كده ينظر بعيد وبعد كده يرجع تاني للشخص. تمام. لان كده كده الشخص مثلا لما بيجي يتكلم بيبعد بنظره شويه عشان يجمع معلوماته. تمام. طب انا هسالك على حاجه ونكملها مع طبعا يعني ده طفل برضه. دلوقتي لو قلنا لغه الجسد ما بين الرجل والمراه سواء بشكل عادي او حتى نقول مثلا زوج وزوجه، ده برضه بيختلف وفي نفس الوقت هنستخدم وش والفراسه بالنسبه للرجل والزوج والزوجه يعني. في علامات التودد والانجذاب ما بين الرجل والمراه. يعني المرأة مثلا بتلاقي شخص عجبها، تدخل مثلا مكان ولقت شخص عجبها، لغة الجسد اوريدي بتعمل مجموعة من الإشارات. تمام. بتعمل مجموعة من الإشارات. أول حاجة الابتسامة الخاطفة، هي عشان تجذب الشخص ده ابتسامة مرة واحدة كده بتبقى ابتسامة رقيقة كده وجميلة، فبتدي إن الشخص ده بينجذب ليه. تمام. تاني حاجة التواصل البصري. في دكتورة مونيكا مور في الموضوع ده قالت ان التواصل البصري البنت بتعمله عشان تجذب الرجل، ان هي بتتواصل في عينه لمدة 3 ثواني وبتنظر بعيدا ولأسفل. بتعمل الحركة دي 3 مرات للراجل العادي، 4 مرات للراجل متوسط الفهم، 5 مرات للراجل صعب الفهم. فهي لازم تعمل دي عشان الرجال عامة في حتة الإشارات دي بتبقى النساء أفضل. لأن أصلا البنت أصلا نفسها أو مع ابنها بدون أي إشارات لمدة 2 سنين بدون أي كلمات. تمام. فهي أكتر حد قدرة على التعامل مع الإشارات. طب نقول نفس الحكاية دي عايزين نقولها 20 بقى بالنسبة لإيه؟ بالنسبة يعني عين الفراسة. بالنسبة للفراسة تحس ان دي هتبقى مثلا زوجته هيبقى كويسة يعني. لو واحد وزوجته، هو ايه اللي بيحصل بقى؟ المشاكل بتحصل من ايه؟ اللي هو مش فاهمها وهي مش فاهماه. فبالتالي ممكن يعني لو ندي مثال كده، لو هي شخصية حساسة اللي هي شخصية رفيعة جدا وهو شخصية نشيطة، فهو كشخصية نشيطة داخل مستعجل عايز الحاجة بسرعة ومعرفش ايه، فهي اتأخرت عليه، فهو قام عطيها كلمة. الشخصيات الحساسة خلي بالك من كلامك معايا. طبعا بتبقى يعني كأنه قال لها 10 كلمات كأنه قوية. أيوة كأنها بالنسبة لها حاجة مدمرة. حصلت مشكلة أو حصلت خناقة نتيجة إن هو مش فاهم إن هو النمط بتاعها اللي هو الحساسة لازم أخلي بالي من الكلمة معاها. الحكاية بالنسبة له هي عايزة منه طلب معين. الشخصيات النشيطة ما تفضليش تضغطي عليه، ما تلحيش عليه كتير ما تزنش يعني. لان لو ما تلحي هيوصل لدرجه هو راجع ما بيحبش الزن اصلا. لا ولو كمان شخصيه نشيطه ممكن يجرحها بالكلام. ممكن يديها كلمه وبيبقى قاصد. يعني الشخصيات النشيطه بصفه عامه بقى سواء راجل او ست لو اتضغط عليه بزياده هيجرح اللي قدامه بالكلمه. وقت برنامجنا خلاص طبعا، يعني كان نفسنا يبقى اطول، عندنا كلام كتير عايزين نقوله، بس يعني طبعا من اللي سمعناه استمتعنا جدا. بشكرك جدا يا علياء وبشكرك جدا يا شيرين، استمتعنا جدا بالحلقه معاكم النهارده. اتمنى تكونوا مشاهدينا طبعا استمتعوا معانا النهارده. ودايما بنقول مهم جدا اننا نفهم اللي قدامنا، وفعلا اننا نقدر نفهم ده في حد ذاته هيكسر حاجات كتيره جدا، منها ان العلاقه تبقى ود اكتر، ان يبقى في قدره على التواصل بشكل اوضح وافضل. بشكركم مشاهدينا النهارده من خلال حلقتنا ومتابعتكم، واتمنى تكونوا استمتعتوا. هنشوفكم في نفس الميعاد دايما، انتظرونا وبالنا منكم. حد